السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كوارع. كوارع معايا اهي. شايفين هي اللون كده علشان هي لازم تتشيط. تمام، يعني هي لما احنا بنجيبها من عند الجزار بيبقى فيها شعر كتير كده. لو انتي عملتيها من غير ما الشعر ده يتحاش، يعني وانتي بتاكليها كده هتلاقي فيها شوك كده، بتشوك كده في البق. فبنعمل ايه احنا؟ بنمسكها كده، بنحط فيها سيخ كده بعد ما بتتقطع. طبعا الجزار هو اللي بيقطعها كده. احنا بنحط فيها سيخ كده، وعلى النار على البوتاجاز بنشيط الشعر ده كله كده، فبتبقى بالشكل ده. اما معلش، يعني انا اسفه مع احترامي لكل الناس اللي بتعرضها بالمنظر زي ما هو، بتبقى بيضه كده في لون وردي كده، بتبقى شكلها جميل بصراحه، تفتح النفس. بس ما بتبقاش يعني متنضفه، اللي هي بيبقى فيها الشعر الصغير ده، اللي هو بيشوك كده، ما بيروحش حتى في الشوربه او مع السلق وكده. لا، فاحنا لازم نشيطها تبقى بالمنظر ده. هي لما بتتشيط بتبقى يعني بتبقى فيها حاجات كده غامقه سودا يعني كده لما شيطناها. فاحنا بنغسلها بعد ما بتتشيط، طبعا بتتغسل تحت الحنفيه بالسكينه كده، وبكحت اللي فيها ده كده، بقشره كده. تمام، فبتنضف بالشكل ده، ما فيهاش شعر، ما فيهاش اي حاجه. تمام، وبعدين بغسلها بالدقيق والخل كويس، واسيبها في الدقيق والخل كده يعني حوالي ربع ساعه. تمام، وبعد كده بحوشهم، بغسلها كويس وتبقى بالمنظر ده كده. تمام، دي اول خطوه. انا هنا هديها صدمه الاول في يعني حته. هي طبعا هتنزل بهاريز وهتنزل دهون كتير، علشان كده انا هحط حته سمنه صغيره خالص كده في الحله على النار علشان اديها صدمه بس. تمام، عندي هنا الحله فيها شويه سمنه صغيره خالص. تمام، هنا كده. انا بسيبها لما تسخن جامد. تمام، ومجهزه عندي هنا بصلايه متقطعه شرايح، وطماطمايه متقطعه شرايح. اديها تشويحه كده. تمام، هنزل كده بالكوارع واحده واحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تصلوا بينا على النبي يا جماعه. هي طبعا هتبقى صعبه شويه في الحركه بتاعتها او في التقليبه بتاعتها، بس احنا يعني ايه، على قد ما نقدر هنحاول ان احنا نقلبها كده من تحت لفوق، تاخد يعني يعني بحيث كلها تبقى ايه، تاخد الصدمه بتاعت السمنه والبصل. ده عافر والله، ده عافر. جامده بصراحه، جامده. يعني انا عايزاها كلها ايه، تاخد الصدمه كلها زي بعضها.
طيب هنزل عليها بشويه سكر طبعا. انتوا عارفين السكر ده المعادله اللي مفيش غنى عنها. يعني الحمد لله طولت البصل من تحت الحمد لله. عندي هنا التوابل بتاعتي، ده ورق لورا وحبهان وشويه فلفل اسود وسبع بهارات وفص واحد كده هوريهولكم. يعني بصراحه ده حكايه في الاكل اهو. ده فص واحد، ده اسمه اللي هي المستكه. تمام، هي فص واحد بس كده بيتحط في الشوربه. تمام. باخدها كده تقليبه. معاناة بصراحة. معاناة بس في الآخر بناخد طعم حلو وحاجة كده تفتح النفس. أنا ببقى مجهزة معايا هنا مية سخنة، يعني أي حاجة ما ينفعش تطشيها بمية ساقعة أبدا. يعني لحمة تطش بمية يعني، أو لو انت هتزوديها أو هتشوحيها في الأول تطشيها بمية سخنة. لو انت مثلا هتزوديها، تزودي الشوربة بتاعت اللحمة برضو تزوديها بمية سخنة. الفراخ نفس الكلام. الرز للناس اللي الرز ما بيطلعش معاها مفلفل كده ومبدور كده زي ما بيقولوا، اكيد هما بيطشوها بميه ساقعه. الرز بالذات ما يطشش الا بميه سخنه. لو مش هتستخدمي الشوربه، يعني لو في حد هيعمل الرز من غير شوربه، يبقى الاحسن تكون ميه سخنه. انا عايزه اقول لكم ان هي طلع لها ريحه والله، يعني ريحتها حلوه. في ناس بتستسهل وتغلي الميه وتسقط فيها الكوارع زي ما بتعمل اللحمه بالظبط. بس بالنسبه للناس اللي ليها مزاج في الاكل، لا دي الناس دي بتفن في الاكل كده علشان هي مزاجها في الاكل، يعني غير اي حد. يعني عايزه تاكل حاجه كده بنفس. دي الميه السخنه عندي هنا هنزل بيها على الكوارع. تمام كده. بنخلي الميه تغطيها كده. كده بتبقى سهله ان هي تتقلب.
نقلبها كويس كده. هنكمرها كده بالغطا بتاعها ونحطها على نار عالية طبعا، لانها بتاخد وقت في السوا. تمام. بالنسبة للناس اللي هي عندها الحلة البريستو اللي هي الضغط دي طبعا بتسهل كتير جدا في الحاجات دي. لو عايزة تعمل بنفس الطريقة ممكن تعملها كده في الحلة زي ما احنا عملناها، وبعدين تنزلها في الحلة البريستو وتزود المية فيها على الحلة، يعني عليها بعد ما تحطها في الحلة البريستو دي وتمام يعني كده. طيب في تركاية كده بسيطة كده. النوى ده لما بيتحط مع اللحمة بيسرع سواها، مع الكوارع بيسرع سواها. يعني فعلا انا كنت سمعت عنه قبل كده بس ما كنتش مصدقه، لكن لما جربته بصراحة تمام يعني. انا هنا هحط 3 نواه، انا دايما بحط 3 الوتر. هنحطها بقى على البوتاجاز النار العالية شوية. تمام. ونشوف بقى لما تستوي. ورجعنا تاني بعد ما سوينا الكوارع. تمام. استوت معانا بالشكل ده. ثانية واحدة كده. شايفين كده؟ مش عايزة اقول لكم، بصوا يعني بقت عاملة زي الملبن بالظبط يعني. تحفة تحفة، طعمها جميل جدا جدا. والشوربة بتاعتها بصراحة كانت ريحتها حكاية. طبعا بالتشويحة اللي احنا عملناها وفص المستكة اللي احنا حطيناه في الشوربة ده بيبقى طعم وريحة. بعد كده مفيش. شايفين الشكل؟ دي الحتة اللي انا طلعتها من الحلة. عايزة اقول لكم ان الكوارع دي كانت طالعة اوردر. تمام. بأمانة بأمانة. يعني دي الحتة اللي اتبقت من الاوردر اللي طلع، وما لحقتش بصراحة اصوره لان العميل كان مستعجل عليه، كان عامل عزومة بقى على كوارع وممبار، وكان مستني، كان مستعجل عليها خالص. فاللي هو ما قدرتش بصراحة ان انا اصورها، ما لحقتش. لكن دي اللي اتبقت بصراحة، فقلت عادي نقفل بيها الفيديو. يا رب تكون الوصفة بتاعت الكوارع عجبتكم، لان فعلا والله العظيم فعلا فعلا لو جربتوها هتحس ان انتوا يعني الناس اللي بتعمل الكوارع، يعني في ناس ما بتحبهاش، هتحس ان انتوا اول مرة تعملوا كوارع، اول مرة آه، يعني تدوقوا طعم الشوربة. فعلا طعمها فظيع. وعايزه اقول لكم ان انا عملت لهم كمان ملوخيه على شوربه الكوارع دي. يا نهار ابيض، ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا، وكان طعمها رهيب رهيب فعلا يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك وتعليق حلو كده، وربنا يحسن بين ايدينا يا رب. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.